يجتمع العشرات من الأيزيديين في آن واحد في قرية كريبان أو التل الواسع كما تترجم للعربية قرب هذا المرقد المسمى بمرقد شيخ شمس الذي يعتبر رمزا دينيا وروحيا لدى أتباع الديانة الأيزيدية. فهؤلاء يعتصمون منذ أسبوع احتجاجا على قرار بإجراء تنقيبات اتخذته مديرية آثار دهوك بالتعاون مع فريق بحث إيطالي في المنطقة القريبة من المرقد كما يقول السكان. نحن هنا للتعبير عن رفضنا لإجراء أي أعمال تمس بهذا المزار المقدس، وسنواصل رفضنا حتى تستجيب السلطات لمطلبنا بإلغاء القرار. احتجاجنا هو رد على قرار استخدام فريق آثار إيطالي إلى هنا للبحث عن الآثار. نحن الأيزيديون نرفض هذا وندعو الحكومة للتدخل وإيقاف القرار فورا. لكن الاعتصام قد لا يطول كثيرا، فمديرية آثار دهوك نفت إصدار أي قرار بإجراء تنقيبات في المنطقة القريبة من المرقد، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد دراسة ينوي الفريق الإيطالي القيام بها على التلال الأثرية الموجودة في المحافظة. هناك جامعة إيطالية تريد أن تقوم بالبحث والدراسة عن التلول الأثرية، وليس هناك أي نية من قبل لا هذه الجامعة ولا أي مديرية من مديريات الآثار بالاقتراب من أي مزار أو أي قبر نهائيا. السكان يقولون إن مديرية آثار دهوك استعانت بالبيشمركة لاقتحام المرقد، لكنها تراجعت بعد إحاطة الأيزيديين بالتل، فيما تؤكد المديرية أن قضاء سميل الذي تقع فيه القرية شهد العثور على العديد من القطع الأثرية والمدافن خلال عمليات تنقيب أجرتها الفرق التابعة للمديرية مؤخرا.